أيام الحروب، أيام المحن الصريحة في حرب 67 و73، وسمعنا عنها أمجاد وأمجاد، وقد إيه مصر كلها كانت على قلب رجل واحد. وفي إحصائية بتقول إن يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لم يسجل محضر واحد في جميع أقسام مصر، كانوا إيد واحدة ضد أعداء الوطن، وكان عدوهم ظاهر ظهور الشمس. وبالرغم إن في الوقت ده كانت هناك أقاويل على الشهيد الراحل الرئيس محمد أنور السادات بأنه لن يخوض حرب ضد إسرائيل من كثرة إعلان الراحل إنه سيحارب ولا يفعل، وكانت حنكته وذكائه في استنزاف الإسرائيليين باستدعاء الاحتياطي المستدعى من قوات الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إقناع الإسرائيليين نفسهم بأن السادات لا يستطيع أن يتخذ قرار الحرب. وعندما حدثت المفاجأة في عز نهار شهر رمضان الكريم والجنود صيام، أعطاهم درسا قاسيا لن يستطيعوا أن ينسوه هم والأجيال القادمة بعدهم. ولا ننسى مقولته المشهورة إن القوات المسلحة المصرية استطاعت أن تفقد العدو اتزانه في 6 ساعات. ولعلنا نستفيد من ذلك ونعي الدرس إن السادات صبر حوالي 3 سنوات منذ أن تولى رئاسة الجمهورية في 28/9/1970 وحتى قرار الحرب في 16/1973، وهو يتعرض لضغوط شعبي وانتقادات غير عادية على تأجيل قرار الحرب. وبالرغم من الأحوال المعيشية الصعبة التي كانت يعيشها المصريين في ذلك الوقت من صعوبات الحصول على المتطلبات الأساسية للحياة، وكان البطل الراحل في نفس الوقت يقوم بإعادة بناء الجيش المصري لما لحق به من خسائر أثار هزيمة 1967، إلا أن فرحة النصر أنست الجميع آلام ومرارة هزيمة 67 وآلام ومرارة الظروف المعيشية التي مرت بها البلاد، إلى أن استعدنا كرامتنا بنصر أكتوبر المجيد. والحقيقة أنا حبيت أطول في شرح فترة السادات حتى عبور أكتوبر، وقد إيه أبائنا وأجدادنا استحملوا آلام العيشة ووقتها، ويقدر كل واحد من الأجيال الحالية يسأل أجداده اللي عاشوا هذه الفترة ويسمعوا منهم كويس قد إيه كانوا إيد واحدة لا يستطيع أحد أن يفرق بينهم. وخلونا نستفيد من اللي مر بيه أبائنا وأجدادنا ونحاول نطبقه في الظروف اللي إحنا عايشينها دلوقتي، فهي لا تقل بأي حال من الأحوال عن ما مر به الآباء والأجداد. بالعكس، هي أكثر صعوبة من وجهة نظري لعدة أسباب قوية، ويا ريت تخلي بالكم معايا ونشوفهم مع بعض. زمان كان العدو واضح وضوح الشمس، كان محتل أرضنا، وكانت غاراته علينا بتجمعنا وتقربنا أكتر من بعضنا. أما عدو اليوم فهو أكثر ذكاء من الذي سبق، لقد فهم الدرس وعرف أن طبيعة الشخصية المصرية عنيدة ولا تقبل تشعر بفرض الرأي عليها، فشخصيتنا المصرية بالوراثة فرعونية لا تقبل بأن يفرض عليها رأي خارجي، وإن طبيعتنا أيضا إننا وقت الأزمات نلتف حول بعضنا ونكون إيد واحدة رجالا ونساء لا فرق بينهم. وهناك من البطولات والأمجاد التي تؤكد ذلك لأهلنا في السويس والإسماعيلية وبورسعيد والكثير من البلدان حتى لا أنسى أحد. ولأن عدونا في هذه الأيام أكثر ذكاء مما مضى وتعلم مما فعلنا به في العهد السابق لجيل حرب 73 أن يصبر ويخطط ويخادع، وإن مبدأ استخدام القوة مع المصريين يزيدهم شراسة وقوة ويجعلهم يد واحدة. فلجأ هذه المرة إلى الحرب السيكولوجية والمدعومة بالتكنولوجيا العصرية تحت ما يسمى بالحرب الباردة، بمعنى أنه يحاول جاهدا أن يزرع الفتنة بيننا ليضمن أن نفقد ميزة قوتنا في تجمعنا.
ومعلش لو مطولة عليكم في شرح وجهة نظري، ويا ريت تركزوا معايا علشان نوصل مع بعض لحل للي احنا فيه. نكمل كلامنا. احنا كنا بنقول ان العدو فهم الدرس وبيحاربنا حرب باردة عن طريق دراسة السيكولوجية المصرية، أقصد العوامل النفسية للشخصية المصرية، وبيستخدم سلاح التكنولوجيا في تنفيذ خطته. هيجي واحد ويقول لي ازاي؟ وضح لنا. هقول له بمعنى ان من اول ما طلع شعار ان العالم دويلة صغيرة كانت هي بداية الحرب علينا من غير ما ناخد بالنا. بمعنى ان احنا كان زمان بنقدر نتحكم في مصادر المعلومات من جرايد وتلفزيون وراديو. صحيح ان الوسائل السابقة كانت تحت سيطرة الحكومة وكانت بتوصل لنا اللي هم عايزينه وتحجب عنا الباقي، لكن كنا ببيتنا حاسين بالألفة والعشرة، وكنا ما بنشيلش هم حاجة، واللي كان بيتزنق في أي حاجة بيميل على أخوه أو جاره، وكانت الفلوس قليلة بس كانت الحياة سهلة وكنا عايشين في أمان. ولما بدأ تطبيق نظام العالم دويلة صغيرة وبدأت معاه القنوات الفضائية بأعداد كبيرة ودخل علينا الإنترنت وسهلوا الموضوع بالتليفونات الذكية، أصبح من الصعب جدا إن الأب يقدر يتابع عياله، ولو مرضيش يدخل النت أو يجيب تليفون اندرويد يبقى رجعي ومتزمت. ومن هنا بدأت الفجوة تتسع بسرعة البرق بين الأجيال. وطبعا في وسط اللي بيحصل كانت هناك بداية لنشر منظومة الفساد الإداري داخل مؤسسات الدولة، ونتيجة عدم إدراك الواقع من الطبقة الحاكمة في هذا الوقت، واللي اقترنت بالثقة الزائدة والبعد عن الواقع الذي يعيشه الشعب، فساعدت على نجاح خطة العدو في توسيع الفجوة الطبقية بين طبقات المجتمع، بمعنى انعدام الطبقة الوسطى. بالعربي بقت ناس في العلالي وناس بتكح تراب. وكمل العدو خطته وقامت ثورة تونس، وراها ثورة 25 يناير. ولحظة واحدة قبل ما تعترضوا عليا وتقولوا عليا فلول، وأنا مش بعترف بثورة يناير، لا طبعا أنا مش كده، لأن ثورة يناير بتجسد الواقع اللي احنا كنا عايشين فيه. لكن اللي عايزة أقوله إن أعدائنا استغلوا ظروفنا والحالة اللي احنا عايشينها علشان يحققوا غرضهم. ما أنا من الأول قايلة إنهم بيستغلوا العوامل النفسية اللي احنا بنعيشها، ويا ريت بلاش نستعجل في حكمنا على الأمور، ونحاول نفتح قلوبنا وعقولنا علشان نجتمع على الخير لينا ولعيالنا ولبلدنا. ونكمل كلامنا. وقامت ثورة يناير وتوالت الأحداث الثورات فيما يسمى بالربيع العربي، قصدي الدمار العربي، وأكيد بدون مبالغة هو ده الواقع اللي احنا عايشينه من دمار في العراق وليبيا وسوريا واليمن، وتخبط في بعض دول الخليج، وعدم استقرار اقتصادي على لكل بلدان الشرق الأوسط عدا تونس. وهنا عايزين نحط علامة استفهام كبيرة، لأن هي دي البلد الوحيدة اللي نجحت فيها الثورة. وطبعا هيجي لنا صاحب الرأي ويقول لأنهم نجحوا في ثورتهم، بس مش الغريبة إنها أول بلد وأسهل بلد في ثورتها، ولا حس ولا خبر؟ يعني معقول ما فيش فيها معارضة لنظام الحكم الحالي؟ وبلاش يطل حد ويقول لي أصلها ماشية صح، لأن هرد عليه وأقول له الكمال لله، والغلط في كل مكان. حتى أكثر البلدان حرية فيها قمع للحريات وانتهاك لحقوق الإنسان، لكن نجاح تونس لحد دلوقتي بيأكد إن ليه الأعداء اختاروها أول بلد تقوم بالثورة، وده لتأكدهم إنها هتنجح وهتبقى نموذج للباقي. وطبعا اختيار مصر تاني بلد كان أمر طبيعي جدا علشان ما يدوش فرصة للنظام الحاكم في هذا الوقت إنه ياخد إجراءاته ويتفادى قيام الثورة. ما هم عارفين قدر المصريين من ذكاء،
وأكيد إن اللي بيحكمونا في نفس مستوى ذكائنا. ولعلمكم كان ده هيحصل عارفين إمتى؟ لما خرج علينا الرئيس السابق وخطب خطابه الشهير، وكان مضمونه إنه هيعيش ويموت ويدفن في مصر. وحصل تعاطف، وكان هناك شبه تراجع لولا موقعة الجمل التي قضت على هذا الخطاب تماما وكأنه لم يكن. ويجي بعديها فترة عصيبة علينا ما كناش قادرين نحس بجزء من الأمان، وما ننساش مناظر كانت تروع القلب، وظهر انقسام واضح في المجتمع المصري أيام الإخوان. وشفنا مناظر في الشارع يا ريت نقدر نمحيها من تاريخنا، اللي شايل شومة واللي ماسك سنجة واللي ماسك بندقية، تحس إنك عايش في غابة. وكان قرارنا إن إحنا مش هنسكت، ونزلنا 30/6، وده اللي العدو ما كانش عامل حسابه عليه. لكن إحنا نجحنا وعدينا ورجع لنا الأمان، وبدأت أحلامنا مع قبطان سفينتنا ورئيسنا. ولأن رئيسنا واضح وضوح الشمس للجميع، اتلفينا حواليه وأمنا في الله ثم فيه كبير. لكن كان من الطبيعي إن العدو ما يسيبناش في حالنا، وإنه يكثف الحرب علينا. فكانت وما زالت أحداث الاشتباكات في سيناء، وحضورهم المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ علشان يقروا فكر القيادة الجديدة. وما ننساش شهدائنا اللي اتذبحوا في ليبيا. صحيح ان رجال الجيش جابوا حقهم، وكمان ضربوا السياحة عن طريق اسقاط الطائرة الروسية والصراع الدامي بين الدولار والجنيه، وحبوا يضيقوا علينا اكتر بأزمات المواد الغذائية. واكيد كل ده مش خافي علينا. واخيرا بيخترعوا لنا ثورة الجياع وبيقولوا 11/11. بصراحة عايزة اقول لهم كلمة، مش احنا اللي هندمر بلدنا بايدينا، والناس الغلابة عارفين انها ازمة وهتعدي. بس بصراحة عايزة اقول كلمة لكل مسؤول، انتوا السبب في اللي احنا فيه. ما هو مش معقول نحمل رئيسنا لوحده مشاكل 90 مليون. صحيح هو قائد السفينة، فين دوركم؟ فين دوركم؟ ما هو في الأول والآخر بشر، ومن غير ما يكون معاه مسؤولين عايزين يساعدوه علشان يوصلنا لبر الأمان، يبقى الموضوع صعب وإن ما كانش مستحيل. وكلامي للمسؤول الصغير والكبير، ما هو كل واحد فينا في مكان عمله مسؤول. وافتكروا كلامي في الحلقة اللي فاتت، يا ريت يا حضرات المسؤولين نقدر الموقف اللي احنا فيه، وبلاش الايدي المرتعشة، بلاش نستنى الازمة ونستنى الناس تشتكي مرة واتنين وبعدين نبقى ندور على حل. ويا ريت نشتغل شوية، ومفيش اغلى من بلدنا.